سلام عليكم. حقق كريستيانو رونالدو إنجازا قياسيا خلال مواجهة غانا مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022 على ملعب 974 حين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرتغال في الدقيقة 62 من عمر المباراة إثر وجود التحام بين محمد ساليسو مدافع غانا مع كريستيانو رونالدو. وحسب الإحصائيات فإن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 وأن رونالدو تفوق على ليونيل ميسي والألماني ميروسلاف كلوز والبرازيلي بيلي والألماني أوفيه زيلر حيث سجل كل منهم في 4 نسخ مختلفة. وتشير النتيجة إلى تفوق البرتغال ب3 أهداف لهدفين على غانا. شكرا لكم على حسن المشاهدة. إلى اللقاء.